آدم كان قاعد قدام رحيم، لسه الصدمة باينة على وشه. كلمة أبوك كان هنا فضلت تتردد في ودانه كأنها جرس. آدم بص للعجوز وقال بصوت متقطع: إزاي؟ أبويا مات من سنين وإنت بتقول إنه كان هنا؟ رحيم أخد نفس عميق وقال: المدينة عمرها ما بتنسى. أبوك كان من أوائل الغرب اللي دخلوا، وكان ليه دور كبير هنا، بس اختفى من غير ما حد يعرف هو راح فين. اختفى؟ يعني إيه؟ فين الحقيقة؟ الحقيقة غالية يا ابني، وغلاوتها إنها بتاخد من نبضات قلبك، ولسه رصيدك ضعيف. آدم حس إنه بيتخنق، قلبه بيدق بسرعة. بص للساعة لقاها 153. حتى عصبيتي بتسحب مني. رحيم ساب له فرصة يهدى، وبعدين شاور على محل غريب في نص السوق. المحل ما كانش زي باقي المحلات، كله ستاير سودة وجوه ضلمة، وفوقه يافطة مكتوب عليها ذكريات للبيع. آدم قال: إيه ده؟ ده مكان هيفيدك، بس خد بالك، اللي يبيع هناك عمره ما يسترجع اللي باعه. آدم دخل بحذر. المكان بارد بشكل يخوف. فجأة شم ريحة عطر غريبة، عطر بيدخل القلب قبل العقل. وظهر قدامه صوت بنت: أهلاً بالغريب، داخل تبيع ولا تشتري؟ البنت خرجت من جوه، لابسة فستان اسود طويل، شعرها اسود سايب لحد وسطها، وعينيها رمادي لونهم كأنهم سحاب قبل المطر. في ايديها زجاجات صغيرة بتلمع، جواها صور ضبابية، صور ناس بيضحكوا، أطفال، مشاهد من حياة مختلفة. آدم اتلخبط. إيه ده؟ إيه الصور دي؟ دي مش صور، دي ذكريات. كل زجاجة فيها ذكرى من قلب شخص، يقدر يبيعها ويكسب دقات، أو يشتري غيرها أو يعيشها كأنها بتاعته. يعني لو بعت ذكرى مش هفضل فاكرها؟ بالظبط، تختفي من دماغك كأنها ما حصلتش وتتحول لدقات في ساعتك. طب لو بعت ذكرياتي الوحشة، أهو أخلص منها وأكسب دقات كمان. كل الناس بتيجي بنفس الفكرة، بس الذكريات الوحشة قيمتها قليلة. اللي ليه تمن غالي هي الذكريات الحلوة، الذكريات اللي قلبك بيتوجع لما تفتكرها. آدم وقف ساكت. صورة أمه جت في دماغه، يوم ما كان صغير وهي بتحضنه وهو عيان. قلبه وجعه ودمعة نزلت من عينه. البنت قربت، عينيها في عينه. عايز تبيع دي؟ آدم اتراجع خطوتين. لأ، مستحيل. يبقى هتفضل فقير هنا، لأن المدينة بتحب اللي يضحي بأغلى ما عنده. رحيم اللي كان واقف ورا ابتسم وقال: شفت يا آدم، كل حاجة هنا تمنها قلبك، حتى ذكرياتك. عشان كده أبوك كان أغنى واحد دخل المدينة، لأنه ضحى بكل حاجة. أبويا ضحى بإيه؟ هتعرف، بس مش دلوقتي. آدم خرج من المحل وهو متلخبط. البنت نادته: استنى، اسمي ليان، هتحتاجني قريب. صدقني، في المدينة دي الذكريات أقوى من أي سلاح. آدم بصلها وحس إن كلامها صدق. رجع يبص لرحيم وقال: أنا عايز أعرف الحقيقة عن أبويا وعن أنا ليه هنا. الحقيقة مش هتجيلك بسهولة، لازم تكسب دقات أكتر وتعدي اختبارات أكتر. وفجأة صوت الطبول رجع يهز السوق كله. الناس وقفوا مكانهم. الصوت من البرج جه مرة تانية: يا غريب، جه وقت اختبارك التاني. آدم شد نفسه، بص لرحيم وبعدين لليان. رحيم قال: خلي بالك يا ابني، الاختبار التاني مش جسد بس، ده قلب. الطبول ما وقفتش، كانت بتهز المدينة كلها كأنها نبض ضخم بيتردد في الحجر والهوا. آدم كان واقف وسط السوق، والناس بتبصله بعيون فيها شفقة وخوف، كأنهم عارفين اللي جاي. الحراس وصلوا بسرعة،
دروعهم بتلمع ووشوشهم جامدة. واحد منهم مسك دراع آدم وقال: اتبعنا. طب حد يقول لي الاختبار ايه؟ الساعة في ايده نزلت ل151. سكت على طول وهو بيعض شفايفه، ورحيم لمحه من بعيد وقال: افتكر يا ابني، مش كل معركة بالسيف، في معارك بتتاخد بالدموع. الساحة المرة دي مش زي الأول، مكان مقفول، الجدران عالية وملونة برسومات غريبة، وشوش ناس بتبكي، أطفال ماسكين قلوبهم، رجال مقيدين. وفي النص منصة حجرية عليها مراية ضخمة سودة أكبر من طول آدم بمرتين. الصوت جه من فوق، نفس الراجل بالقناع على شكل قلب: يا غريب، ده اختبارك التاني، مرآة الظلال. أي واحد يدخل جوه المراية بيشوف أعماق وجعه. المطلوب منك تختار وجعك الأغلى وتدفعه دقات. أغلى وجعي؟ المراية هتوريك، ولو رفضت تدفع هنسحب نص رصيدك حالا. آدم حط إيده على الساعة، 151. قلبه بدأ يدق بسرعة. الحراس دفعوه ناحية المنصة، ولما قرب من المراية سطحها بدأ يتحرك زي مية سودة، وبعدين ابتدى يظهر صور. أول صورة: آدم طفل صغير قاعد جنب أمه في المستشفى وهي تعبانة، شايف نفسه بيبكي وهو ماسك إيدها وهي بتبتسم بالعافية. الصورة اختفت وظهرت صورة تانية: آدم وهو في المدرسة واقف قدام الفصل، والمدرس بيشخط فيه والطلبة بيضحكوا عليه لأنه مش قادر يجاوب. الصورة التالتة: آدم وهو شاب قاعد لوحده في أوضته الضلمة بعد وفاة أبوه، دموعه على خده وإيده ماسكة صورة قديمة للعيلة. آدم وقع على ركبته، عينه غرقت دموع، همس: كفاية، مش عايز أشوف. الصوت من فوق جه قاطع: اختار واحد تتنازل عنه وتاخد 100 دقة إضافية. آدم وقف، عينه مليانة دموع. يعني لو تنازلت مش هفتكر اللحظة دي تاني؟ أيوة، هتختفي من حياتك كأنها ما حصلتش. آدم فكر، لو باع لحظة أمه مش هيبقى فاكرها وهيرتاح من الوجع. لكن لأ، الذكرى دي هي اللي مخلياه عايش. لو باع ذل المدرسة يمكن يرتاح من إحساس الفشل، بس الذل ده كان سبب إنه يثق بنفسه بعد كده. لو باع وجع موت أبوه يمكن قلبه يخف، بس أبوه هو لغزه كله في المدينة. آدم صرخ: مش هبيع أي حاجة. فجأة الساعة نزلت بسرعة 100. الناس اتصدمت، نص رصيده اتسحب في لحظة. الصوت قال ببرود: الغريب رفض، رصيده نقص للنص، لكنه اجتاز الاختبار لأنه تمسك بوجعه. آدم وقع على الأرض تعبان عرقان وعينيه حمرة، لكن جواه إحساس غريب إنه كسب نفسه. بعد ما خرج من الساحة لقى ليان واقفة مستنياه، بصت له بعينين فيها إعجاب وخوف. أنت مختلف يا آدم، معظم الناس بتبيع بسهولة، أنت الوحيد اللي اتمسكت. آدم وهو بيتطوح: أنا مش قادر على وجع الذكريات ده. ليان قربت وحطت إيدها على كتفه. خلي بالك، تمسكك ده هيخلي المدينة كلها تلحقك، لأن المدينة مش بتحب اللي يحتفظ بوجعه. رحيم اللي كان واقف بعيد هز راسه وقال لنفسه: ابن الدم القديم رجع، والمدينة مش هتسكت. آدم كان ماشي في شوارع المدينة بخطوات تقيلة. بعد الاختبار التاني حس كأنه خسر نص عمره. الساعة في إيده واقفة على 100 بس، كل دقة بقت غالية كأنها دهب. الناس في السوق بصاله بطريقة مختلفة، مش بس خوف، لأ، كأنهم شايفين فيه حاجة أكبر. واحد من التجار همس للتاني: ده اللي ما باعش وجعه. التاني رد:
ده خطر على توازن المدينة. ليان مشيت جنبه وقالت: لازم تعرف الحقيقة يا آدم، أبوك ما كانش واحد عادي. أبويا؟ أنت تعرفيه؟ أيوة، كلنا هنا عارفينه. أبوك كان من مجلس النبض. آدم اتجمد مكانه. مجلس إيه؟ رحيم اللي كان بيتابع من بعيد قرب وقال: المجلس هو اللي بيحكم المدينة من ورا الستار، مش الملك اللي في القصر، ده مجرد صورة. المجلس هو اللي بيقرر مين يعيش ومين يموت، مين يفقد دقاته ومين ياخدها. آدم حس الدنيا بتلف بيه، وأبويا كان جزء من ده. رحيم خد نفس طويل. زمان أبوك كان أقوى واحد في المجلس، بس كان مختلف عنهم. كان شايف إن النبض مش لازم يبقى تجارة، كان شايف إنه حق. ليان كملت: وعشان كده المجلس خانه، سجلوه كخاين ومسحوا اسمه من كل السجلات، محدش بقى يجيب سيرته. آدم بص لساعة إيده، دقتها بتنقص ببطء. 199. قال وهو بيعض على شفايفه: يعني أنا هنا مش صدفة؟ رحيم قرب منه وقال بصوت واطي: انت رجعت تكمل اللي بدأه أبوك. المدينة نفسها حست بيك. في نفس الليلة، في مكان بعيد جوه القصر، كان فيه قاعة كبيرة مظلمة، حواليها 7 كراسي حجرية، وكل كرسي عليه شخص لابس قناع على شكل قلب. واحد بصوت خشن قال: الغريب اجتاز اختبارين ولسه عايش. التاني: ده معناه إن دمه فعلا من دم الخاين. التالت: لازم يختفي قبل الاختبار الأخير. الرابع: بس المدينة مختاراه، لو حاولنا نتخلص منه دلوقتي النبض هيختل. القاعة اتملت همهمات لحد ما صوت سيدة مقنعة قال: سيبوه، هو حيوصل لنا بنفسه قريب جدا. آدم في الليلة دي ما قدرش ينام. طلع على سطح البيت اللي ساكن فيه، قعد يتفرج على قمر المدينة الكبيرة اللي منور باللون الفضي. ليان لحقت بيه، قعدت جنبه وقالت: انت دلوقتي بين نارين، المجلس اللي شايفك خطر والمدينة اللي شايفاك أمل. آدم بصلها وقال: أنا مش عايز أبقى لا خطر ولا أمل، أنا عايز أرجع. ليان ابتسمت ابتسامة حزينة. مفيش رجوع من مدينة النبض إلا بحاجة واحدة. آدم انتبه. إيه هي الحاجة دي؟ ردت بهمس: إنك تكسب قلب المدينة نفسه. آدم اتجمد. قلب المدينة؟ ده إيه بالظبط؟ ليان سكتت، كأنها مش قادرة تقول أكتر. الليل كان هادي، بس جوه قلب آدم كان في دوشة متواصلة. ليان قالت كلمة غريبة، فضل صداها بيرن في ودانه: تكسب قلب المدينة نفسه. آدم رجع يسألها: إيه هو قلب المدينة؟ هو مكان ولا حد؟ ليان بصت حواليها الأول كأنها خايفة من الجدران. لا مكان ولا شخص، ده كيان، الكيان اللي بيخلي المدينة دي عايشة. رحيم ظهر فجأة من الضلمة وقال: محدش هنا مسموح له يحكي عن قلب المدينة، لكن خلاص بعد اللي وصلت له لازم تعرف. قعد جنبه وقال بصوت واطي: من آلاف السنين كان في حجر عجيب، حجر بينبض كأنه قلب حي. الحجر ده اتدفن في باطن الأرض، ولما الناس لقوه بانوا المدينة حواليه. الحجر بقى مصدر النبض، كل دقة من قلوبنا مرتبطة بيه، عشان كده بنعيش وعشان كده بندفع. هو البنك وهو السجن. آدم حس جسمه بيقشعر. يعني إحنا كلنا مربوطين بحاجة واحدة؟ رحيم هز راسه: بالظبط، ولو القلب ده توقف المدينة كلها هتنهار. في نفس الوقت جوه قاعة الظلال
أعضاء المجلس كانوا بيتكلموا. واحد قال: الغريب قرب يعرف السر. التاني: لو لمس قلب المدينة ممكن يبقى أقوى مننا. التالت: يبقى لازم نجهزه لاختبار أخير، اختبار الإرادة. السيدة المقنعة ردت: تمام، هيتعرض لاختبار يخليه يختار، يا إما يسلم قلبه للمدينة يا إما ينهار. بالليل آدم وهو نايم شاف حلم غريب. كان واقف في قاعة مظلمة، وفي النص حجر ضخم بيلمع باللون الأحمر، بينبض زي قلب بني آدم. كل نبضة كانت بتعمل موجة هوا ترددها يملى المكان. آدم مد إيده عشان يلمسه، بس فجأة ظهر وش مش واضح، نصه نور ونصه ضلمة، وقال له: لو لمستني هتبقى ملك، ولو رفضت هتختفي زي اللي قبلك. آدم صحي مفزوع، قلبه بيتنفد جوه صدره، والساعة اللي في إيده نورت لحظة وظهر عليها رقم غريب ما لا نهاية. الصبح ليان شافته قاعد بيتأمل في ساعته. قالت له: شفت الحلم صح؟ آدم اتفاجئ. انت ازاي عرفتي؟ ليان قربت وقالت: كل اللي اتصل قلبه بالحجر شاف نفس الحلم، بس مش كلهم رجعوا علشان يحكوا. آدم عدل نفسه وقال: أنا مش ههرب ولا هسلم قلبي، لو في اختبار أنا مستعد. رحيم ابتسم ابتسامة باين فيها الخوف. مستعد؟ انت لسه ما شفتش حاجة يا آدم. اللي جاي هو اللي هيحدد مصيرك ومصير المدينة كلها. هنا تنتهي الحلقة الثانية، نلقاكم في الحلقة القادمة.